بالله. بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كل الأدعية مستجابة بإذن الرحمن، تشيل الهم وتشيل الكرب عننا، وكمان تريح القلوب وتحسسك بأمان وتحسسك براحة واطمئنان. وربنا إن شاء الله يعني يستجاب لكل دعانا، وينجح كل طلابنا في الثانوية وفي الجامعات، ويقويهم ويعينهم. كان معايا النهاردة هو مش فيديو ولا هو أي حاجة، هو كان عشاء بسيط جدا جدا جدا. يعني أنا ولادي قاعدين كده فقالوا عايزين نتعشى عشاء خفيف، فبصراحة قاعدة كسلانة وفي نفس الوقت مش مركزة ان انا اعمل لهم حاجة. طلعي بقى بره الحواوشي والبيتزا والبرجر والكفتة واللحمة، كل الحاجات اللي من العبكة اللي تتعب المعدة وتضيع الدنيا من حواليك وتحسسك ان لو ما عملتيش كده مفيش اكل معاك مش هياكلوا. لا، ده انا عملت اكله كانت امي زمان قوي قوي قوي، يجي من 25 سنه كده كانت بتعملها لنا، لما كانت تحب تدلعنا شويه كده او تحب تقول لنا هعمل لكم النهارده صنف حلو. يعني فاهمين البساطه؟ كنا بنفرح جدا جدا. البساطه عمرها ما كانت في كميه الشيء اللي حواليكي او كميه الاكل او كميه الانواع اللي حواليكي. بعتذر لما الشعريه نطرتها من ايدي لاني بصور بايد وكنت بشتغل بايد التانيه. كسلت حتى احط التليفون على الستاند، شوفوا الكسل لحد فين. فالمهم يا حبايبي، مش عايزه اطول عليكم الفيديو او كلام الكتير. يعني كانت زمان يا حبيبتي كانت تقوم الله يرحمها كده، يرحم امواتنا واموات المسلمين جميعا، تقوم تعمل لنا شويه شعريه بالسكر. يعني ايه شعريه بالسكر؟ افتكسنا وعملناها باللبن دلوقتي، وافتكسنا زياده وبقينا نعمل لها كمان طواجن كده بلبن ونشا وحاجات. يعني الافتكاسات بتزيد والاختراعات بتزيد، ولكن انا عملتها زي ما كانت امي بتعملها بالظبط، لا زودت ولا نقصت. اكله ببلاش مش مكلفه، هو كيلو شعريه وكمان نص كوبايه سكر وكوبايتين ميه وخلاص، الاكله كده خلصت. واكله جميله جدا وخفيفه جدا على المعده، وكمان حلوه للاطفال وحلوه للكبار. والله انا بحبها جدا وكل اللي في البيت بيحبوها. هتحمري الشعريه، تحط طبعا زيت او سمنه او زبده بالطريقه اللي تريحك، يعني من الدهنيه اللي تحطي الاثنين مفيش مشكله. انا حطيت بصراحه زيت بس. حمرت الشعريه بتاعتي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. انا بقيت اصور طريقه تحميرها علشان هي فنها في تحميرها، يعني فاهمين؟ يعني هي الفكره كلها لانها كيلو كتير جدا على الطاسه او الحاجه اللي في ايدك بتحمري فيها،
فلازم تجيبي من فوق وتحت كل شويه عشان تكون كلها متحمره بمستوى واحد، مفيش واحده حمراء وواحده بيض. التليفون كاميرته ظلمت، انا اسفه، ظلمت التصوير الحقيقي. الواحد طول ما هو بيصور بيتفرج فيفتكر حاجات، فتلاقيه بيتكلم عن حاجه هو بيقولها وحاجه هو بيشوفها في نفس الوقت. المهم ظلمت شكل الشعريه وهي متحمره وحلوه قوي قدامي. انا بوريكم اهو ان هم كانوا كيسين معايا شعريه كيلو، ممكن تعملي نص كيلو على قد افراد اسرتك، ممكن تعملي كوبايه سكر كامله، ممكن تعملي ربع كوبايه سكر، برضو تسكرتها على حسب ما انت حابه التحليه بتاعتها. احنا ما بنحبهاش حلوه قوي. تمام. المهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حسبي الله ولا اله الا الله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دي حلوة قوي على فكرة. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، احلى واحلى لازالة الهموم، وكمان تحسي ان ربنا انت بتستعيني بيه في كل وقت. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. انت فيش حد في الدنيا ممكن تستغيثي بيه قده هو، وهو الوحيد اللي هيقدر ينشلك من اي كرب وهم ونكد وقلق وتوتر وخوف في الدنيا، هو ربنا سبحانه وتعالى. المهم نرجع بقى للاكله بتاعتي الخفيفه اللي ممكن ما تعجبش ناس كتير قوي وتعجب ناس اكتر من بساطتها، ومش مكلفه، وكمان طعمها حلو على فكره جدا. لو عندك لبن ممكن تستبدلي الميه بلبن. انا عندي اللبن ولكن برضو مش عايزه استبدله، انا حبيت اكلها زي ما امي كانت بتعملها لي بالميه بالظبط. ممكن تحطي عليها زبيب، ممكن تحطي عليها مكسرات كمان. يعني لو عندك زبيب ومكسرات ضيفي عليها بعد ما تحمريها، مش وانت بتحمريها، يعني خلاص تحميرها والدنيا تمام معاكي عشان ما تطرش منك، ضيفي بقى المكسرات بتاعتك. بس برضه انا ولادي مش بيحبوا المكسرات على الاكل، يعني لما بنحط مكسرات على اي حاجه هم بيبداوا يشيلوها كده. الميه تتحط تدريجيا، مش هتتحط مره واحده علشان ما تعجنش منك وتكون مفرفره معاكي. بعد ما حمرتها بالشكل ده طبعا دوبت السكر في الميه، بدات ان انا احطها تدريجيا كده، ان انا مش عايزاها معجنه، انا عايزاها مفرفره، ويكون فيها كده ايه، يعني قرشه خفيفه صغيره كده، ما تحسيش بيها قوي، انك كنت بتاكليها ما تعجنش في اسنانك وانت بتاكليها. ده المقصود من حكايه القرشه الخفيفه دي، عشان كده بقول لكم نعملها مفرفره. المهم يا حبايبي، الاكل ببساطته مش بكميه تكلفته. يعني لو انت عايزه تعملي اكل لاولادك والدنيا مأزمه معاكي، ابسط الامور هتعمليها. لو عندك كيس شعريه وعايزه تعشي ولادك او تعشي انت وجوزك، والله العظيم حلوه جدا جدا جدا، وخفيفه على المعده وبتشبع في نفس الوقت، وظريفه ولطيفه. يعني يا جماعه انتوا لو جيتوا يعني تفتكروا اكل زمان، اكل زمان ستاتنا جدودنا اهاليهم، هتلاقي ان كان فيه بساطه، وكان مع البساطه صحه انتوا مش متخيلين. دلوقتي مع كميه الاكل وكميه التحابيش اللي بنقعد نعملها، وما عادش عند حد صح. اقل مجهود بيهبط، اقل حاجه بتتعبنا نفسيا بتتعبنا جسديا. ده كمان الاكل زمان كان بيساعد على العلاج النفسي كمان والاكتئاب. تخيلوا ديت. بالكتر ما بقرا كتير في الاكل بتاع زمان ده، اكتشفت انه كان كمان بيعالج الاكتئاب بتاع زمان ده، اقسم بالله العظيم يا جماعه. تخيلوا نسبه الخضار اللي كانوا بياكلوها، الاكل اللي صحي، اللي ما فيهوش زيوت ولا فيه دهون كتير. الاكل اللي كان تلات ارباعه مشوي في الفرن، في فرن قش، في فرن بخشب بحطب، باي حاجه زمان كانوا بيعملوه. كان في صحه، كان في صحه. دلوقتي انا قعدت بدخل اللبن البيت الفتره دي علشان الحمى القولعيه بتاعه المواشي اللي موجوده دي. متهيألي زمان ما كانش في الكلام ده، يعني كان اللبن موجود باستمرار، والجبنه والقشطه والزبده والحاجات دي كلها. عدنا بنخاف ندخل الحاجات دي البيوت دلوقتي. واللحمه بنخاف نجيبها، اللي هتعمليها كفته، ولا هتعمليها حواوشي، وهتعمليها معرفش ايه، وهتعمليها مكرونه بشاميل، وهتعمليها رقاق، وهتعمليها جلاش. ما هي اصلا اللحمه اساسي دلوقتي عايزه تقلق، يعني فاهمين؟ يعني حاولوا ترجعوا لماضينا، حاولوا ترجعوا لذكرياتنا زمان. وممكن تزودي افتكاسه من عندك، ممكن تزودي اختراع من عندك علشان تطعمي الدنيا او تحلي الدنيا. كل ما احس وانا بقلب انها بدات تشرب مني الميه اللي انا حطاها، ممكن تشرب مني اللبن اللي انا حطاه، ابدا احط لها، يعني انا حطيت كمان معلقه سكر للمصداقيه على شويه الميه دول عشان ما اعدبهاش قوي، لان انا مش مزوداها سكر قوي. بدات اقلب فيها تدريجيا كده مع ان انا بنزل الميه بتاعتي بالراحه، الميه اللي في السكر دي ممكن تضيف عليها كمان ذره فانيليا عشان تخلي ريحتها حلوه. برضه انا ما حطيتش لان امي ما كانتش بتعملها كده. مش معنى كده ان انا بقول لكم يعني كما انزل، يعني انا قلت لكم يا جماعه انتوا ممكن بالاضافات اللي انا بضيفها ضيفيها، بعمليها بلبن، اعمليها بالمكسرات،
اعمليها بالطريقه اللي تريحك، ولكن حاولي تبسطي الامور زي ما زمان كانت الامور بسيطه ولوحدها. ما كانوش عايزين يبسطوها، هم كانوا كده، هي كانت كده. انا افتكر زمان ما كناش بنروح لدكاتره واحنا اطفال صغيرين الا كل فتره طويله جدا. يمكن تعدي سنه ما نروحش مره واحده للدكتور، وطول اليوم بنجري في الشوارع، وطول اليوم بنجري ونلعب ونتنطط ونعرق ونتطرب وناكل ساعات واحنا ايدينا مش نظيفه كمان. يعني ما كانش فيه الوعي كمان في النظافه زي زمان يعني، لكن بس كان لازم اساسي ان امي الله يرحمها يوميا يوميا في صيف او في شتاء لازم الدش بتاع قبل النوم، وتغيري الهدوم اللي كلها تراب وكلها عرق، وتغسلي ايدينا كويس جدا. كان زمان ما كانش في حاجات غير الليفه والحاجات دي، فكانت برضو في نظافه، بس كانت برضو في المعقول. كل حاجه كانت عندهم بسيطه وجميله، الله يرحمهم ويرحم ايامنا الجميله. انا جت معايا النهارده يعني تحليه مع اكله خفيفه. لو عندك طالب، يعني لو عندك ابنك او بنتك في ثانوي او باذن الله تعملها لهم على العشاء، تبقى جميله جدا. دوسوا لايك للفيديو، الفيديو حلو جدا وبسيط ومش مكلف، وان شاء الله يعجبكم باذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.